يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص رمضان على الأبواب. قلت بقى ما بدهاش أنزل أجيب حاجاتي اللي هفرزها، الخضار. الفيديو ده أنا خلاص مخصصاه للخضار، وإن شاء الله كمان هعمل لكم فيديو للحوم. تعالوا نسمي الله وأقول لكم على كل حاجة جبتها بكام. دول 5 كيلو طماطم، كانت الكيلو ب5 جنيه. وده 2 كيلو ونص جزر، كيلو وربع ب10 يعني ب20. وده كيلو ليمون ب10. والكوسة كنت جايباها الكيلو وربع بال10 برضو. ودول 5 كيلو بسلة، الكيلو ب18. ودي كنت جايبة 2 كيلو فاصوليا، الكيلو ب18 برضو. وربطة السبانخ ديت الربطة ب5، جبت 5 ربط. يعني الربطة كانت أقل من نص كيلو. البطاطس ديت ب5 جنيه، بس طلعت مش بتاعة تحمير، أنا جبت غيرها طبعا لأن دي ما كنتش ينفع أفرزها. وجبت الفلفل الأحمر ده اللي هو الشطة، الكيلو وربع ب15. دي كانت فرخة قلت أعملها تاني يوم. أول حاجة كده همسك السبانخ، لأن السبانخ مش هينفع اللي هي تبات معايا. هنضفها كده واشيل منها الورقة الصفراء أو الدبلانة، واشيل منها العروق بتاعتها. أنا بقطع من بداية الورق كده وبرمي العروق. بمسك طبعا الراس الحمرا دهيت أنا بحبها، بقشرها كده بكحتها واقوم مقطعاها مع السبانخ. السبانخ طبعا من الخضروات الورقيه اللي بتاخد غسيل كتير. فيعني اهم حاجه ان انت تقعدي تنقعي وتشيلي تنقعي وتشيلي في الميه كده كذا مره. واخر مره كده بقى بتنقعيها في شويه خل. بعد كده تشطفيها وتنشفيها على الفوطه. وطبعا هوريكي كل حاجه دلوقتي. انا ما بشيلش السبانخ بفرزها بالكزبره. بخلي لما باجي اسويها واطلعها من الفريزر احط لها الكزبره بتاعتها. طبعا انا اهو حاطه في بشكير هنشفها. الخطوه دي مهمه عشان خاطر ما تسودش معايا. انشفها حلو. بعد كده هبدا اقطعها واشيلها في الاكياس. بحط بقى الكزبره في الاخر عشان خاطر بتديها ريحه قويه وبتديها لون خضار حلو. عايزه تفرزيها بالكزبره اعملي كده براحتك عادي. طبعا دي الطماطم غسلتها وقطعتها وحطيتها عشان خاطر تنزل ميتها وتتسبك كده. حطيت فيها كوبايتين ميه وهغطيها واسيبها تتسبك معايا. بعد كده ابقى افرمها كده. خلاص السبانخ كنت خرطتها وعبيتها، عملت معايا 5 اكياس. وغسلت الليمون وهشيله كده زي ما هو. انا بحب اشيل الليمون صحيح، يعني بيبقى سهل على فكرة ان انت تطلعيه بيفك على طول. ولو مستعجلة حطيه في شوية مية هيفك معاكي. ما بعصرهوش وما بشيلهوش معصور. بالنسبة للفلفل اللي هو الشطة دوت، اهم حاجة تلبسي جوانتي، لان هيوريكي الويل لو انت ما لبستيش الجوانتي دوت. هتمسكيه بقى وتفضي البذر منه وتقومي فرماه في الكبة. انا بحب اشيله من غير زيت ولا ملح ولا توم. بشيله زي ما هو كده. ولما بقى عاوزه اتبل بقى بعد كده بطلعه واحط بقى عليه الملح والفلفل والكمون. لو سواء هتتبلي بقى السمك او هتعملي بتنجان، اي تتبيله انت عايزاها. هنا كانت خلاص بقى الطماطم اتسبكت معايا. هبدأ بقى اضربها بالبلندر كده. طبعا حطيت لها معلقه سكر وهي بتتسبك عشان الحموضه. وكنت حطيت لها كمان قرنين فلفل شطه من اللي انا جايباهم من الاحمر ده، تديها لون احمر حلو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه. طبعا لو انت هتتعبي يوم واحد هتفضلي طول الشهر قاعده مرتاحه، يعني تتفرغي بقى للعبادات، للصلاه، تمسكي المصحف تقري فيه. هتبصي هتلاقي اليوم عندك يعني يعني مع ما فيهوش زحمه. نفسك تعملي بقى حلويات هيبقى عندك اليوم فاضي. مش هتفكري ان انت هتعملي اكل كل يوم. هتبقى الحاجه عندك في الفريزر وقاعده مرتاحه يعني. طبعا برضك رمضان جاي ايام مدارس، فهتبصي برضك ان انت هتنامي على الساعه 8 الصبح اكيد، يعني على ما تودي ولادك المدرسه. فعلى ما تصحي من النوم على ما يجوا والكلام ده كله هتبقي مفيش وقت اللي انت تعملي حاجه او تنزلي السوق. هنا بقى كان الليل بقى جه وقلت بقى اقعد اخد السهره كده في البسله. فصصتها كلها. ادي الكميه اللي طلعت، يعني طلعت بتاع حوالي 3 كيلو ونص كده او 4 كيلو. يعني صفصف على حسب بقى القشر دوت، مش عارفه المقدار قد ايه، بس يعني ما بتصفصفش طبعا 5 كيلو.
وادي الطماطم كانت بردت وعبيتها في الاكياس. انا كده كده كان عندي طماطم في الفريزر، فانا يعني كنت بكمل وهجيب تاني، بس انا ايه عشان خاطر على حسب ما بقدر اشيل يعني. طبعا ببقى حاطه في العجله بتاعه السوق، ببقى شايله وكده، فقلت كل ما اجي انزل ابقى اجيب ايه شويه. دول بقى الحبه دول اللي فاضوا في الحله، قلت بقى تاني يوم اكمل عليهم واعمل محشي بقى. وادي البسله اهي اتخرطت عليها الجزر وغسلتها وظبطتها، وعملوا معايا 6 اكياس يعني. وطبعا اكيد يعني مش كل اسبوع هنعمل مثلا بسله في رمضان يعني ممكن نعملها مره ولا مرتين، نفس الحكايه السبانخ. وادي الفاصوليا هي كمان عملت معايا 4 اكياس، غسلتها وقلمتها. طبعا الفاصوليا انا ولادي ما لهمش تقول عليها اصلا، فممكن اعمل بقى ايه صينيه طول، اخد شويه فاصوليا على حبه بسله بجزر على بطاطس كوسه، الدنيا بتمشي يعني. ادي كده كنت جايبه 3 كيلو قلقاس، الكيلو ب10 جنيه. هنقشرها بقى كده، وحرصي اهم حاجه وانتي بتقشريها عشان خاطر ما تزحلقش وتعور ايديكي على مهلك. طبعا انا مسرعه الفيديو، فانتي ايه بالراحه وانتي ايه بتقشريها. طبعا اهم حاجه تكون ايدك ناشفه والسكينه تكون مش مبلوله عشان ما تزحلقش معاكي. هو القلقاس مقرف في تقشيره وتخريطه. ادي كده انا خلاص خلصته. هبدا بقى ايه، هقطع كده في السلق. هبدا كده اقطع في السلق بقى ايه، هشيل من اول الورقه. طبعا العرق ده ما بستعملوش خالص، وامسك الكزبره انضفها، اشيل بقى الورقه الصفراء. هنا انا كنت جايبه 3 ربط، و3 ربط برضو على 3 كيلو. هبدا بقى اقطع القلقاس. اقطعه بقى ايه مكعبات كده وسط، ولا هي كبيره ولا هي صغيره. طبعا القلقاس دوت من الحاجات اللي هي بتاخد غسيل، انا بغسلها كذا مره بميه سخنه وانقعها، واخر مره خالص ايه ببدا اشطفها ايه بميه ساقعه وانشفها تنشيفه كويسه. بالنسبه بقى للسلق، انا هو والكزبره قطعتها كده، وهسيبها بقى على النار ايه تنزل ميتها تتبخر كده، وبعد كده احط لها ايه السمنه، واديها بقى تحميره حلوه، واحط لها الثوم. بص هي بدات تتصفى خالص. طبعا انا ايه بغسل القلقاس وفي نفس الوقت ايه بحمر السلق يعني. كده انا حطيت بقى معلقتين سمنه كبار. كده القلقاس كان خلاص بقى ايه غسلته غسله كويسه. هبدا بقى اجيب فوطه كبيره، تجيبي فوطه او بشكير كده، تقومي ايه مفرداه عليها ومنشفاه تنشيفه كويسه. مش عايزاكي تشيليه بميته يعني، اهم حاجه تشيليه ناشف كده، يكون بيخربش في ايدك عشان ما يمزلقش، بحيث لما تطلعيه تحطيه في الحل على طول. زي ما انتوا شايفين كده انا عماله افرك فيه جامد عشان خاطر ايه ينشف. طبعا بقى هتعبيه في الاكياس، تشيليه في الفريزر على طول، ما تخلوش بره الفريزر، هتبصي تلاقيه مزلق معاكي. في ناس ما بتغسلوش، انا يعني انا مش عارفه الصراحه ما بياكلوه ازاي، انا ما كانش اطلع عينه في الغسيل ما اعرفش اكله. يعني بيشطفوا بس الكفر من بره وينشفوه ويقوموا مخرطينه وشايلينه، او يطبخوه على كده يعني. عملوا معايا 3 اكياس، وادي خلاص السلق اهو حطيت عليه الثوم. بص بقى كشت ازاي يعني، ما يغركوش الكميه، بس بتصفصف على حاجات ما فيش خالص. انا كده كده بعد ما بفرمه باخد على الكيس بحط عليه معلقتين سلق لما بطلعها. اتحمرت تحميره حلوه اهي. هبدا بقى افرمها في الكبه. بصوا اول ما بطلعها بقى من الفريزر باخد معلقتين واحطها ايه على القلقاس اول ما بيتسلق. وادي البطاطس بقى، انا كنت اشتريت بطاطس غير اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. دي البطاطس اللي هتلاقيها على قشرتها رمله، دي بتاعه التحمير. بتاعه التحمير ديت هي اللي بتتفرز، لكن التانية عشان لو فرزتيها هتسود معاكي. هو بقى الراجل ضحك عليا وقال لي بتاع التحمير، بس ما طلعتش بتاع التحمير. هبدا بقى ايه اخرطها كده، واهم حاجه تكوني حطاها في ميه عشان خاطر تنزل النشا اللي فيها. احنا هنحمرها في الزيت يعني، هنقليها نص قليه، كأنك لسه زي الاكياس اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. بتجيبيها بتحطيها في الزيت وهي مجمده كده، بتاخد تحميره وخلاص. طبعا البطاطس دي ما بنستغناش عنها ايه في السحور.
طبعا الزيت دوت اهم حاجه، يا اما يكون لسه اول استعمال، يا اما يكون مطرحه بطاطس. ما ينفعش بقى يكون مطرحه بتنجان ولا اي حاجه وتقلي منه وتشيل، هتبص هتلاقي البطاطس اسودت معاكي في الفريزر. احنا عايزين نطلعها تبقى ايه زي الشمعه كده، بيضه وحلوه. في ناس بتفرز الفريزر البطاطس دهيت، بتسلقها في ميه سخنه، تديها غلوتين ميه سخنه بخل، وبعد كده بتديها صدمه في الميه. عايزه اقول لكم انا جربت الطريقه دي قبل كده واسودت معايا. فهي الطريقه ديت اللي هي بتقليها نص قليه، كانك زي اللي انت شاريها من بره بالظبط. بصوا بقى الخطوه دي مهمه، اللي احنا لازم نفردها كده على الصينيه وندخلها في الفريزر عشان لما تجمد، يعني ندخلها نص ساعة. أول ما تجمد كده نعرف نمسك الواحدة بوحدتها نعبيها في الأكياس على طول. عايزة تخليها لتاني يوم براحتك، بس أنا طبعا عشان مفيش مكان عندي في الفريزر، عشان بدأت إن أنا بفرز حاجات، فقلت هي كفاية نص ساعة. أنا بوريكم اللي هي إيه، سايبة من بعضيها خالص، إن أنت تقدري تمسكي صباع صباع وتشيليه، مش عايزينها تبقى لازقة ببعضيها. طبعا أنا بعبي في الكيس على حسب المقدار اللي أنا عايزاه. هو يا دوبك مقدار طبق كده يبقى متحمر جنب السحور، جنب الفول والبيض وطعمية وجبنة، يعني مش بيبقى بطاطس بس. طبعا ال5 كيلو دولت عملولي بتاع 5 أكياس، ان شاء الله برضو هجيب 5 كيلو تاني ايه واعملها. ولو حابة اللي انت تجيبي بطاطس تقوريها عشان لو هتحشيها لحمة مفرومة، اعملي زي ما انا ما عملت بالظبط، قوريها واديها تحميرة من ناحيتين، واول ما تبرد شيلها في الاكياس وتطلعيها وتحشيها على طول بقى لحمة مفرومة. عايزة برضو تشيلها محشية، مفيش مشكلة، هتبقى زي الفل. ادي كده انا جبت كرومبتين برضو، دي واحدة صغيرة والتانية وسط. الوسط دي ب15 والصغيرة كانت ب12. ودي الفراولة ديت انا هغسلها بقى واقوم معبيها في اكياس، بحيث ان انا هطلعها في رمضان ايه للعصير، مش هشيلها معصورة. الفراولة ديت كانت ب12.5 كيلو. همسك بقى الكرنب دوت هقطعه واسلقه. طبعا بيوفر معاكي وقت ومجهود في رمضان، اللي انت تصحي وتشتري الحاجة وتسلقي الكرنب. يوم المحشي ده بياخد غلبة. طبعا هنا المية انا حطيتها على النار وحطيت عليها ملح وكمون، هسيبها تغلي وعلى ما اقطع الكرنب. طبعا بقى هنمسك الكرنب بتاعنا، هنشيل الراس كده من فوق ونقورها كده من عند الجذع بتاعها مكان الراس. الطريقة دي بتبقى حلوة في السلق، يعني بتطلعي الورقة بورقتها، ما بتهدريش منها حاجة، بتتشال بكل سهولة في قلب المية وانتي بتسلقيها. طبعا انت هتشوفيها دلوقتي وانا بعملها. بصوا خروعتها اهي من جوه، ما بقاش فيها حاجة من جوه. هنعمل التانية نفس الحكاية برضو، على قد ما هما كانوا صغيرين كده، على قد ما هما يعني عملوا لي كمية ورق حلوة. انا كده كده كان عندي كيس كرنب في الفريزر، دول عملوا لي تقريبا بتاع 4 أكياس. يعني هشوف برضو دلوقتي عملوا معايا قد ايه، تقريبا عملوا معايا 4 أكياس. ان شاء الله كده على بعد العيد بقى بأمر الله اشتري بقى قبل ما الكرنب ده يمشي، عشان خاطر الكرنب الصيفي دوت ما بيبقاش حلو، بيبقى ممرر وبيبقى بيشد مجلد، مبعرفش كمان الفه حلو يعني. هو ما فيش احسن من الكرنب البلدي، في كرنب تاني اسمه الكرنب السبعيني بيبقى حلو برضه. فانا ان شاء الله كده على بعد العيد، او لو قدرت في رمضان اللي انا اشتري واخزن هجيب، يعني ينفع معايا في ايام الصيف. طبعا الخضار ده اللي انا مخزناه دوت مش لرمضان بس، يعني اكيد هيفيد منه طبعا كتير. هكمل عليه ان شاء الله بعد العيد، وعلينا خير كده اللي احنا ايه، اكمل عليه واشيله للصيف، لانه زي ما انتوا عارفين الصيف ما بيبقاش فيه ايه خضار. الخضار اللي في الصيف ده بيبقى بامية بس، لان الخضار كله بيطلع في الشتاء. طبعا بالنسبة بقى للورق كده بتقطعي التقطيعة اللي انت على حسب ما انت بتلفي. انا بحب طبعا الصابع المحشي بيبقى صغير، فبقطع الورقة صغيرة. بالنسبة للورق الاخضر دوت، طبعا مش هتحطيه كله في كيس واحد، يعني ايه، وزعيه على الاكياس اللي انت هتحطي فيها الورق الكرنب. حابة بقى تحطي في اطباق براحتك، في اكياس براحتك، انا بشوف ان الاكياس بتبقى موفرة اكتر. بصوا ما شاء الله طلعت معايا كمية حلوة،
يعني ما تستقليش بالكرنبتين الصغيرين دُولة، بس كان ورقهم ما شاء الله حلو يعني.